السلام عليكم متابعي الكرام، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير بأسم صحة وسلامة يا رب. اليوم عندي معكم الدجاج المعمر بالشعرية الصينية وبواحد التتبيلة زويونة وطيب في الفران فقط، لا مبخر ولا حتى حاجة، مباشرة للفرن وكيطيب على حقه وطريقه كيجي شهوة منه. تابعوا معايا المراحل، واخا هذا الفيديو انا ما صورتوش كامل، يعني جميع المراحل ما صورتش التغميره، ما صورتش شحال من حاجه لان كانوا عندي ضياف وعملنا جوج الماكل وبقى قلت غير ندير معكم هاد اللقطات هادو ان شاء الله حتى شي مره ان شاء الله، وغنعمل معكم الفيديو لحقوا طريقه. الا عجبكم الفيديو وعجبكم هذا النوع من الطبخ الدجاج المشوي في الفرن، ان شاء الله غدا ندير معكم الفيديو من A حتى لZ ان شاء الله. اول حاجه بعد غسل الدجاج بالملحه بالحامض بسكينجبير، رقدتو تقريبا واحد 5 سوايع في هاد التتبيله هادي، ومن بعد عاد غسلت الدجاج وسقطرته. هنا عملت واحد التتبيله اللي كتكون من ثومه، معلقه السمن، الابزار، الملحه، خرقومة الكركم، واحد الضامه ديال الزعفران، الحامض مصير مقطع. هاد التتبيله كلها خلطتها مع بعضها، واحد نص كاس زيت العود يعني الزيت البلديه، وخلط ديك التتبيله وتبلت بها الدجاج ديالي وخليته على جنب. هنا صوبت الشعريه الصينيه اللي كبيت عليها الماء طيب وخليتها واحد شويه وسقطرتها، قطعتها مزيان وزدت عليها الملحه، الابزار، واحد المعلقه ديال لقامه البسطيله، معلقه ديال نص معلقه ديال قاع كله، ونص معلقه ديال البسيبيسه، معلقه ديال السودانيه، وغنزيد واحد معلقه السمن، الثومه محكوكه، وكذلك واحد نص معلقه ديال الابزار والبابريكا اللي غنزيدها في الاخير، وغنقطع الزيتون، وغنقطع واحد نص حامضه مسيره وربيع مقطع، وغنزيدو لهاد الشعريه ونخلط مزيان حتى كتدخل ديك التوابل في بعضياتها، ومن بعد غندوزو للحشو. هنا غادي نبدا نعمر في الدجاج ديالي اللي غندخلو هذيك الشعريه الصينيه مزيان، وغندخلها حتى في الجناب ديال ما بين الفخذ وبين الجلده الفوقانيه باش تنسم لي ديك الدجاجه ديالتي، تنسم لي بديك القامه كلها، وغنسد عليه ونحطو ونبقى متبعه دوك الدجاج ديالي كامل حتى كنكملو. ومن بعد كنغطيه بواحد بابي كويزين، ونغطيه بالومنيوم، وندخلو الفرن على درجه شويه عاليه شويه مجهده لمده تقريبا انا داليه واحد 2 سوايع ونص. هنا بعد ما طاب خلطت واحد شويه السمن، واحد المعلقه ديال الهريسه، ما تخافيش راه ما كيجيش حار، ما كتجيش ديك النسمه، غير النسمه وديك النسمه ديال السمن. هنا بعد ما طاب لي الطيبه الاخيره غادي ندهنو بهاد السمن وبهاد سميت الهريسه، ونرجعو ثاني من تحت النار واحد 10 دقائق هكذاك على نار شويه مهيله، ونخليه حتى كياخذ اللون ديالو،
ومن بعد غنوجد الصحن اللي غدا نقدم فيه هاد الاكله هادي. هنا طيبت واحد الدغميره ما شاركتهاش معكم لاني كنت مدعوقه وعندي الضياف جايين مغديين، ويعني كتعرفوا الغدا كيجي شويه يعني وقت قريب. ما شاركتش معكم الدغميره، ان شاء الله مره اخرى غنصور معكم كما حكيت لكم، غنصور معكم فيديو لحقوا وطريقوا. هنا عملت الدغميره في الجناب، والزيتون سلقته بشويه الماء وصفيته وزدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال الدغميره وخليته كيتشحر شويه في هذيك الدغميره، ومن بعد حطيته من فوقها. وهذا هو الصحن ديالي ديال الدجاج. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ومن بعد غنشارك معكم واحد ولكن غير المراحل الاخيره. هنا عملت الكسكسو بالتفايه معسله وبالقرعه، القرعه يا ربي القرعه الحمراء حتى هي معسله ومفنده في اللوز. هذاك طبق ثاني ما شاركتوش معكم بالطياب، مره اخرى ان شاء الله غندير التفاصيل كلها، حتى هو راه كيجي شي حاجه اللي كتحمر الوجه. وهذا هو الفيديو ديالي، نتمنى نلقاكم على خير وسلامه يا رب، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. هنايا كندير في البيض اللي سلقته وقطعته على 4، تقدري تقطعيه على 2 ماشي مشكل. وهذه هي المرحلة الأخيرة. دمتم بألف ألف خير.